كل يوم يا تيتا تعملي لنا بانيه، كل يوم ما مش وراك الا البانيه. بس اصبروا 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 بس وخشوا على الفيديو عشان تعرفوا البانيه بتاعنا. النهارده معايا نص كيلو من الفاصوليا المسلوق. هعمل البانيه بفاصوليا مسلوقه، ومعايا كده شويه خضار هنقول عليهم كده. بص كده بقى انا معايا بصلايه كده متوسطه، ومعايا قرن فلفل احمر هاخد نصه، وقرن فلفل اخضر هاخده كله على بعضيه، والفلفل ونص كده من قرن الفلفل الاصفر، وعودين كده من الكزبره الخضراء. عايزه اقول لكم بقى لما يبقى عندي ولد من ولادي ما بيحبش وصفه معينه، اقعد اتحايل عليه كده واقعد اخبيها في قلب حاجات لغايه ما ياكلها. ومن الوصفات اللي بخبيها الفاصوليا لان علي ما بياكلهاش. بصي لما باجي اطبخها يقول لي اديني الدمعه بس يا ماما، او حته الفراخ او حته اللحمه، ويسيب لي الفاصوليا كده على جنب. كده بقى انا نزلت بالفاصوليا في الكبه، فرمتها كويس جدا زي ما انتوا شايفين. ومعايا كده حوالي عن نص كيلو من البانيه، هاخد منه كده كام شريحه، يعني حوالي عن ربع كيلو. بس انا بقى حبيت الاول افرم الخضار بتاعنا، عشان ممكن الوصفه ديت اخواتنا المسيحيين يعملوها بدون يا جماعه بدون لحوم، او النباتيين يعملوها بدون لحوم. انا كده حطيت بقى كام قطعه البانيه كده، يعني حوالي على ربع كيلو من البانيه فرمتهم. واهم حاجه عندي بقى في الوصفه بتاعتي دي بهارات الفراخ. حطيت كتير من بهارات الفراخ، وحطيت ملح وفلفل اسود. بصوا بقى الخليط بتاعنا كده هندمجه مع بعض. حطينا بقى الربع كيلو من البانيه، وحطينا عليهم بقى معلقه من البيكنج باودر ومعلقتين من الدقيق. هنقلبهم كويس كده. هنجيب بقى من عند العطار في اكياس كده بهارات بهارات البانيه، هاخد نصها كمان واحطها، واقلب بقى الخليط بتاعنا ده كده. على طول هشتغل، مش هعمل حاجه واركنها في التلاجة. هبلي بس ايديا زيت كده، واجيب معلقتين من البقسماط، وهبدأ بقى اشكل البانيه كده على كف ايديا بالشكل ده كده، وفي البقسماط وعلى الزيت على طول بدون بيض ولا لبن، على طول في الزيت هننزله كده يا جماعه. بصوا انا واخده كف الايد كده بشكل كف الايد. حابه بقى انتي تكتري في الكميه قللي شويه، بس انا حبيت ان هو يبقى بالحجم ده. بصوا بقى يا جماعه اول ما بنزله في الزيت هرفعها كمان، هوريكم انها متماسكه معانا. شايفين؟ بصوا برفعها ازاي، يعني ماسكه نفسها. سيبها بقى كده تستوي مع نفسها وتاخد اللون الحلو الذهبي بتاعنا ده. بس اغمقه سنه شويه عشان اتاكد ان الفراخ استوت. وكده بقى اجيب اي حاجه، اي شبكه كده واشيلها عليها. عايزه اقول لك مقرمشه من بره وطريه من جوه، والفراخ مستويه معانا هتشوف مع بعض. بس انا مش حابه افصل الفيديو لغايه ما تشوفوا لغايه اخر قطعه انها متماسكه. بصوا انا بهزها ازاي بقى، شايفينها متماسكه معانا. حطيتها على شبكه كده عشان تصفي اي زيوت فيها. وكده شغالين على طول بنقلي. بصوا يا جماعه شكلها شكل البانيه بالظبط، وطعم البانيه بالظبط. بقى البانيه التوفير ده او البانيه الكداب ده تحفه. بنص كيلو من الفاصوليا عملنا بقى وليمه. وقطعتين من البانيه او ربع كيلو من البانيه. زي ما انت حابه بقى، حابه تزودي بانيه يبقى الفراخ كمان قد الفاصوليا حطي. بص انا خلصت الكميه كلها وانا شغاله معاكم بالشكل ده كده. البانيه الكداب، البانيه اللي اتعمل بالفاصوليا. بصوا طالع عامل ازاي. شويه بقى كاتشب والخضار اللي باقيين من من الحشوه كمان هنحطهم في السندوتش. والله تحفه. كان واقف ورا الكاميرا كده علي عمال ياخد مني. بصوا الفاصوليا اللي ما بيحبهاش كلها يا جماعه. وشويه كاتشب اتفضلوا معانا. ما تنسوناش باللايك والمتابعه عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.